رد فعل جنوني من الإعلامي السعودي وليد الفراج بعد فوز الأهلي على بيراميدز، ويتوعد الزمالك ويكشف هدية تركي آل الشيخ للنادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على بيراميدز بفضل تألق اللاعب وسام أبو علي، واصل الأهلي انتصاراته للمباراة ال15 على التوالي، وهذا الذي جن جنون الإعلام السعودي وليد الفراج، الذي قال: الأهلي دائما مشرفنا، وأنا صراحة بفتخر إني أهلاوي وبنتمي لهذا الكيان الكبير والعظيم. مع الأهلي أنت دايما فرحان وكسبان ومفيش مكان للزعل. الأهلي دايما باسط جمهوره سواء بره مصر أو جوه مصر، وإحنا كسعوديين بنحب وبنعشق حاجة اسمها النادي الأهلي. بيراميدز عشان كان فاز 14 ماتش متتالي، كل الإعلام الزملكاوي طلع يهيص ويزيد فيها ويقولك بيراميدز هياخد الدوري من النادي الأهلي، وميدو ورضا عبد العال وكل الزملكاوية راحوا يشجعوا بيراميدز، مفكرين بيراميدز ده يعني هياخد بطار الزمالك من النادي الأهلي. طلع بيراميدز قطة قدام النادي الأهلي وكسبوهم في ماتشين ورا بعض. مع الأهلي مفيش يمر حميني. وتعالوا اسألوا أندية السعودية، أيوة تعالوا اسألوهم أندية السعودية، حدث ولا حرج. تعالوا اسألوا الهلال اللي شال 4 والاتحاد اللي شال 3 من النادي الأهلي. الأهلي عمل عقدة يا جماعة للكل، والإماراتيين وللكل ملاك بيراميدز: بلاش تلعبوا مع النادي الأهلي أو تاخدوا منهم بطولة. ما الأهلي طول ما هو موجود مفيش مكان لأي حد يا بيراميدز، مفيش حد هيقدر يقوله وياخد منه بطولة على حسابه. وروحوا اسألوا الزمالك اللي راح انسحب علشان خايف من النادي الأهلي. وبقول للزملكاوية: ما احنا في السعودية هنا ما عندناش غير يوم السوبر الافريقي الكاس يا جماعة، اللي انا عارف برضو ان الزمالك ممكن ما يجوش ويقولوا الطيارة حصل ليها عطل او ان احنا مش هيبقى فيه. احنا هنبعت لكم احسن طيارة عشان تجيبكم الماتش يوم 27 سبتمبر علشان بقى محدش يتكلم. وبصراحة معالي تركي آل الشيخ مبسوط قوي من النتائج اللي بيعملها النادي الأهلي، وفي 2 لعيبة كبار قوي تركي آل الشيخ قال هيجيبهم، ووعد محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي وهيخلص في الصيف ده. بس 2 لعيبة تقال قوي، فيهم واحد بيلعب في النصر السعودي، هيبقى مفاجأة الأهلوية وكل المصريين عارفينه وحافظينه، بس مش هقدر أقول على اسمه دلوقتي. وأنا بقول مليون مبروك للأهلي الاقتراب من التتويج بالبطولة المحببة لديه، ببطولة الدوري.